بعد إذن من السيد رئيس الجمهورية يشرفني أيما شرف أن أستجيب لدعوتكم وأن نشارك في هذه الجلسة الخاصة التي بادرتم بعقدها كعنوان للتضامن مع أشقائنا وأهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة لإنهاء هذا الظلم التاريخي الذي طال أمده بحق الشعب الفلسطيني. ومن هذا المنظور وبصفته صانع القرار السياسي الخارجي والمشرف الأول على تنفيذه، فإن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد حدد وشخص بدقة وصرامة روافد موقف بلادنا من الحل العادل والشامل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي. الرافد الأول يتمثل في الاستجابة الفعلية والجادة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويتمثل الرافد الثاني في توحيد الصف الفلسطيني